رسميًا بكالوريا جميع الشعب. تم افتتاح التسجيل بمباراة ولوج المعهد العالي الدولي للسياحة بمدينة طنجة. مدة الدراسة 3 سنوات. مكان المعهد طنجة. نوع الشهادة دبلوم المعهد العالي الدولي للسياحة. يوفر المعهد خدمة الإيواء بالداخلية للطلبة، المنحة منحة التعليم العالي، مراحل المباراة الانتقاء زائد الكتابي زائد الشفوي. لغات التدريس الفرنسية والإنجليزية إجبارية، ولغات اختيارية الألمانية والإسبانية والإيطالية. تناط بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. مهمة المساهمة في تنمية البلاد عن طريق التكوين والبحث والخبرة في الميادين التي يتولى التكوين فيها. ولهذه الغاية يتولى المعهد تكوين الأطر العليا، لا سيما في مجالات الفندقة والمطعمة والسياحة. ويهدف التكوين إذن إلى إعداد أطر عليا قادرة على تعبئة المهارات في التصميم والترويج والتدبير العقلاني للمنتجات السياحية وإدارة وتسيير المقاولات السياحية والفندقية. ينظم التكوين الملقن في المعهد العالي الدولي للسياحة في شكل أسلاك ومسالك ووحدات. تتكون مسالك التكوين من وحدات إجبارية موحدة ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين التخصصات. يتم التكوين حسب نظام الوحدات السداسية الملقنة بطريقة مستمرة، ويتم احتساب الوحدات التي تم تتبعها بانضباط ونجاح. وتضم أسلاك التكوين بالمعهد السلك العادي والسلك العالي. ويمكن للمعهد العالي الدولي للسياحة تحضير وتسليم شهادة الإجازة المهنية والماستر المتخصص والدكتوراه. السلك العادي تدوم الدراسة بهذا السلك 3 سنوات. تلقن خلالها تعليمات نظرية وتطبيقية على شكل عروض وورشات عمل ومحاضرات ودراسة الحالة ولاعب الأدوار. لغات التدريس الفرنسية والإنجليزية إجبارية، ولغات اختيارية الألمانية والإسبانية والإيطالية. تجرى مباراة ولوج السلك العادي على 3 مراحل: انتقاء أولي، الاختبارات الكتابية، مقابلة شفوية. يختتم هذا السلك بشهادة السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، ويحتوي على شعبتين: التسيير الإجرائي للفندقة والمطعمة، التسيير السياحي. بالنسبة للتسيير الإجرائي للفندقة والمطعمة، التسيير الإجرائي للفندقة والمطعمة يهدف إلى تكوين الأطر المستقبلية لمهن الفندقة والمطعمة قادرين على تنفيذ وتطوير ونقل المهارات التقنية والإدارية الضرورية للمهنة على الصعيدين الوطني والدولي. شروط الترشيح: يشترط في المترشحين لاجتياز مباراة ولوج السلك العادي لشعبة التسيير الإجرائي للفندقة والمطعمة بكالوريا علوم اقتصادية أو علوم التدبير المحاسباتي أو دبلوم تقني في الفندقة. المعدل العام للترشيح: شروط قبول الملف: يفوق أو يساوي 12/20 بالنسبة لحملة البكالوريا المعدل العام للبكالوريا. يفوق أو يساوي 14/20 بالنسبة لحملة دبلوم تقني في الفندقة المعدل العام. السن 25 سنة على الأكثر. شهادة البكالوريا أو الدبلوم التقني في الفندقة لسنة الترشيح أو لإحدى السنتين السابقتين لها. الاختبارات الكتابية للمباراة: تشمل الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السلك العادي لشعبة التسيير الإجرائي للفندقة والمطعمة المواد التالية: الفرنسية المعامل 2، الثقافة العامة معامل 1، اللغة الأجنبية الثانية معامل 1، المحاسبة العامة المعامل 3. التسيير السياحي يرمي إلى تكوين أطر عملية قادرة على إبداع وتنظيم وتنشيط وتسويق الخدمات السياحية. شروط الترشيح: يشترط في المترشحين اجتياز مباراة ولوج السلك العادي لشعبة التسيير السياحي بكالوريا علوم رياضية أو باء علوم فيزيائية وكيميائية، علوم الحياة والأرض، الآداب، العلوم الإنسانية. المعدل العام للترشيح: شروط قبول الملف: يفوق أو يساوي 14/20. السن 25 سنة على الأكثر.
شهادة البكالوريا لسنة الترشيح أو لإحدى السنتين السابقتين لها. الوثائق المطلوبة: نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من بيان النقاط، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والصورة الشمسية. كيتسجلوا على الرابط ديال التسجيل اللي باين في الصورة concours-isit.tourisme.gov.ma. آخر أجل للتسجيل 3 يوليوز 2026. آخر أجل لأصحاب الاستدراكية هو 13 يوليوز 2026. نتائج الانتقاء ابتداء من 15 يوليوز 2026. موعد الاختبار الكتابي الأحد 19 يوليوز 2026 من 11 النهار ل 12 ديال النهار. مواد المباراة: الثقافة العامة، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية.